المدرب اللي قاد الصيف للفوز بالتشامبيونز ليج 2014 ومعين اللي فاز بلقب هذه البطولة مرتين مع الترجي 2018 و2019. نهضة بركان للمرة الخامسة يصل لنصف نهائي الكونفدرالية، وبالتالي يتساوى مع الثنائي المرة الخامسة، وبالتالي سجل رقم قياسي. كورة هنا لبركان 1-0 أول 10 ثواني هدف لصالح البرتقالي. البرتقالي سجل هدف من حشرات الملابس، يسجل كورة مهولة في توقيت مبكر عن طريق اللاعب يوسف ميري. يتفاجأ الفريق الجزائري بكورة أولى في مرماه. هي البداية، يعني لم تتجاوز أول 15 ثانية. أسرع هدف في هذه البطولة، أسرع هدف أمام الكرة. غلطة في بعد الكرة، هنا التحضير. هي كرة أمام الخطير. شوف الكرة أولى من الملاوي، نجح يوسف مهيري في اختراق دفاعات قسنطينة. بداية قوية جدا للفريق البرتقالي في الثواني الأولى، يعني مع بداية المباراة. افتتاح باب التسجيل، ستيف تخطى موطأ اتحاد العاصمة وباسين باسين والخطة لصالح السنغالي لاعب فريق بركان. الشلماني في حديث مع بن شاع مهاجم في ملعب بركان لمساندة النهضة. هذه قدمة موسم الماضي لعب الفاينل وخسر اللقب امام لعب الفاينل وخسر اللقب. هنا منطقة جزاء بركان البطولة، وانتهى اللقاء سلبيا ذهابا وايابا بمعط في الدور النهائي. كرة خطيرة ثاني، لا العارضة، الكرة من أسامة. دفاع الجزائري يعاني، ثاني كرة، ثاني اختبار، ولكن هذه المرة العارضة يا أسامة. تمريرة من البحيري يحاول مرور بول، تطول الكرة عليه، تطول الضياع على السنغالي. ضربة مرمى للصالح امام بول. صحيح السنفور لا يمتلك الخبرة، يلعب خارج ميدان في انتظار ردة فعل من فريقهم. هنا انطلاقة زيتواهج بركان خطير جدا. هنا محاولة المرة تلعب في وسط الميدان، ضغط عالي من الرياضي القسنطيني. كرة طويلة تضيع بعيد عليه باعوش تقطع الكرة، ترجع مغربية، ومعتز الشلماني يقول خطأ. الشلماني في حديث مع ابراهيم 20 على اورلاندو بايرتس. كرة خطيرة جدا، تجاوزت الدفاع الجزائري. عرضية من جانب منعوت بن شعينة، استلام بن شاع المنتعش بلقب الدوري. طبعا يتمنى من ايوب خيري خسر الكرة. ترجع جذبت اقدام السنفور في ملعب البركان، حاول يكسب ثقة. ترجع كرة عند المحمدي. الفريق الجزائري خطورة من بركان، فرصة خطيرة والدفاع. الفريق المغربي بسهولة يتجاوز دفاعات. هنا الخروج بالكرة، التمرير عند نقل الكرة طويلة في وسط ملعب. ترجع للسنفور ومعتز يحتسب خطأ الشلماني. يمين هيثم منعوت، عرضية من منعوت والدفاع الجزائري بصعوبة. ركنية لصالح الفريق البرتقالي. ايوب خيري يرفع كرة، خيري راسية بالشبكة الثاني، والهدف الثاني للبرتقال الرهيب. راسية في الشبكة، بولو باسين السنغالي ولد التيرانجا يرتقي الكرة، يتطاول لها، يخالط زكريا بوحلفاية. ثاني اهداف النهضة بركانية امامنا. عاشق للصنفور مصدوم 2-0، وبداية رائعة للفريق البركاني. 2-0 النهضة بركانية، فريق يتمتع بخبرة كبيرة، يمتلك التجربة، يمتلك حسن التعامل مع الادوار المتقدمة. هنا كرة ارتقى لها باسين، تفوق على الدفاع الجزائري.
الفريق الجزائري تأثر بشكل كبير بالهدف المبكر، وبركان يواصل التألق، يواصل التهديد. شوم ينطلق بركان، كرة تضيع باعتباره بطل المغرب. كرة ترسل طويلة من خلال 11 منذر طمين معاه هيثم نعوت، وضربة مرمى. دي الكرة على فريق بركان، نسال الفريق الجزائري مرتبك، بينما الخطأ واضح. باص باتجاه بن شعيرة ينجح في التمرير، الكرة تضيع، بينما هناك صفارة من معتز الشلماني. يس 2-1 2-0 ممكن التنفيذ. يلعب كرة ابراهيم ديب في مناطق بركان. الجمهور العاشق للبرتقالي بوكيرا، هنا الضغط على بوكيرا يتجاوز من خلاله. كرة ترفع للمستوى الاول، بتحول الى ضربة مرمى. متابع 2-0 افضل 2-1. حمزة ينجح في رفع الكرة، حمزة خطيرة جدا، الراسية الأخيرة برا من أسامة البليوي. ارتقى ليها أسامة الكرة الجزائرية، يتابعها هيثم منعوت. كرة طويلة، كنترول موجود جانب الكرة بسرعة، محاولة خطيرة من بن شاع طبعا المتأهل من هذه المواجهة. سيولان من خيري، كرة في اليمين، منعوت والثالث، والهدف الثالث. بركان يسجل. أسامة البليوي كملها، البليوي يضع كرة بالشبكة، اكتملت في شبكة السنافر. الهدف الثالث للبرتقال المتوهج، اكتملت الجملة التكتيكية في شباك قسنطينة. 3-0 بركان نوم الصنفور، وبعدها وانشال الضربة الثالثة. الهدف الثالث. شوف الإعادة، شوف الكرة، مررها خيري، منعوت عرضية، وأسامة البليوي كان متمركز في المكان المناسب، كمل الكرة واسكن الشبكة. 3-0. صعبة الأمور على الفريق الجزائري، هذا هو الشيء اللي خطط له فريق بركان. هدف ثالث 3-0. بركان ياخذ خطوة كبيرة. كمان استلام من أسامة البليوي. هنا كرة لصالح طمين.